لكن هدف جميل جدا. من تركيا الدكتوره سحر الهواري. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا كابتن عبد الرحمن، ازيك؟ اهلا بحضرتك. ويعني لازم انت كنت تبقى متواجده معاهم يعني بعد كاس افريقيا واكيد كان لازم تبقى اول واحده هناك طبعا. لا والله، هو طبعا في رئيس البعثه كابتن جمال علام وفي كابتن خالد لطيف، وطبعا والله يمكن ده شعور كده من القلب، يعني الواحد فعلا حاسس انه لازم برضه مؤازره وكده. احنا حتى يعني حتى مش مسؤولين اتحاد بس كمصريين، يعني طبعا كلنا بحب، وانا بالذات يعني زمان كنت معاهم في كاس افريقيا، فوالله جبت العيله كلها بقى، جبت الاسره كلها بقى عشان اسرتي كلها حجزت لهم، بس احنا مش في نفس الاوتيل، يعني احنا قاعدين طبعا في فندق جنبيهم. لكن كده احنا بقى اللي حجزنا وظبطنا زي كده عايزوا كده، عشان زي المشجعين الطالعين قلنا برضه لازم نبقى موجودين ونشجع. متفائله يا دكتوره قبل مباراه بكره ان شاء الله؟ عندك تفاؤل بالمباراه ولا الدنيا برضه كاس عالم وفرق قويه وفرق تقيله وفرق صعبه؟ يعني انت احساسك ايه حضرتك؟ طبعا هو مفيش حاجه بعيده عن ربنا. طبعا النهارده لما رحت طبعا تعايشنا يوم النهارده مع الفرقه وكابتن ربيع والجهاز الفني الولاد مركزين. النهارده هم في التمرين اهو، دلوقتي احنا جينا كابتن خالد لطيف في التمرين اهو معاهم. والله يعني يمكن الولاد كلها مركزه ونفس انا احساسي بيهم برضه، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا. وعلى العموم ماتشات المجموعه المفروض ما تبقاش تحت ضغط، يعني انت عندك النهارده 3 مباريات ان شاء الله ربنا يوفقنا، وليه حسابات يعني انت لغايه زي ماتشات افريقيا، يعني اذا كان حد يصدق ولا نيجيريا ولا يعني كل ماتش كان اصعب بالتاني ولا الجزائر وربنا اكرمنا. فانا بقول اتفائل مباراه وكل مباراه المفروض ان انا ما احبطش، كل مباراه ليها ظروفها، ربنا بكره يوفقنا ان شاء الله. لكن اي حاجه تحصل في مباراه ثانيه وفي مباراه ثالثه في حسابات مباريات اخرى، يعني هي طبعا انت عارف ان هم احسن توالد طبعا بالنسبه ل4 مجاميع من 6. وان شاء الله باذن الله ما نوصلش للحسبه دي، لكن باذن الله يعني في امل، كل مباراه فيها امل بشكل برضه مختلف. تمام. وانت عارف طبعا الحسبه بتبقى عامله يعني ازاي، لكن احنا ان شاء الله نتمنى ما نخشش في الحسبه. تمام. اشكرك يا دكتوره، وان شاء الله يعني تستمتعوا بقى. انطاليا في الوقت ده بتبقى عالميه الصراحه طبعا في الصيف، وهي مدينه ساحليه اصلا فيها مناظر طبيعيه مدهشه يعني، فاكيد تبقى فسحه حلوه برضه. اخر حاجه قبل ما نروح لفاصل اخد شويه برضه